مساء الخير عاملين ايه؟ سندوتشات اخر الليل اللي بتفتح النفس طبعا. بصوا هو انا يمكن مش اول مرة اعملها معاكم، بس النهاردة طريقة العجين مختلفة. وطريقتها حلوة جدا. بصوا انا النهاردة اكتشفت فعلا ان في ناس فعلا بجد ما بتعرفش تعجن، فعشان كده انا قررت فيديو العجين معاكم كذا مرة. بصوا انا هنا جبت كمية من الدقيق. بصوا دول كانوا حوالي مثلا نص كيلو. ده كان نص كيلو حوالي يعني كده. حطيت عليها رشة ملح ورشة سكر، وهحط عليها حوالي معلقة كبيرة من الخميرة. دي خميرة فورية. تمام. وهنزل كنت هنا بقى مدفية مية على البوتاجاز. هقوم جاية بقى حاطة المية شوية بشوية لحد ما الاقي ايه العجينة لمت في ايديا. تمام. على ما الاقيها مثلا مش بتلزق في ايدي، وان الطبق اللي انا بعجن فيه كله نضيف كده، تبقى العجينة تمام ولمت. هنا بقى هبدأ ان انا احط الدقيق واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا ايه اعجن. هفضل بقى ايه الت واعجن في العجينة كده اهوت. هو انا كده خلاص انا مش هحط مية تاني، هبدأ بقى ان انا الم العجينة وافضل اعجن فيها لحد ما تلم كلها في ايدي. نوع الدقيق ده كان حلو جدا جدا، طلع العجينة طرية قوي. وطلعها هشة من جوه. لا بجد حلو، يعني لو هو متوفر عندكم هاتوه. انا ده نوع الدقيق ده انا كنت جايباه من كارفور. هبدأ ان انا ايه اعمل العجينة. هنا كانت خلاص يعني لمت معايا، بس انا بديها ايه لما كده على الرخامة. هبدأ ان انا كده الم فيها. بصوا ايدي اللي ما فيهاش دقيق طلعت نضيفة خالص. تمام. هبدأ ان انا برضو ارجع افضل الم فيها كده كتير. بصي هنا خلاص كده بدأت تلم في ايديا. هسيبها حوالي ساعة لحد ما تخمر. تمام. احطها كده واغطيها واحطها بقى ايه ساعة. بس خلاص كده. بصوا هنا ما شاء الله عليها العجينة عاملة ازاي بعد ما خمرت. بصوا بتلم في ايديا ازاي اصلا. هنا بقى كانت الحشوة بتاعتي بسطرمة وجبنة تركي. بص بقى هنا انا هفرد العجينة كده. مش هقطعها كده عشوائي بايديا، انا هفردها كده طبعا اللي عايز كل قطعة متساوية قد بعض. هخليها مستطيلة. هفضل ابرم فيها كده لحد ما كلها تبقى قد بعض، واجيب السكينة وابدأ اقطع قطع والفها كده، اكورها كده على الرخامة اهو زي ما انتوا شايفين. هعملها قطع متساوية واكون دهنة الرخامة زيت. انا زي ما انتوا عارفين بحب ابطط بالزيت، ما بحبش ابطط بالدقيق. تمام. هنا بقى هبدأ الفها هكورها كلها هتديني كلها كور متساوية كده. بس النهاردة حواوشي البسطرمة انا مش هعمله مستطيل، لا انا هعمله مدور صغنن كده شبه الكايزر اهو. بصوا خلاص كده انا قطعت الكمية كلها اللي معايا. ده نص كيلو دقيق يعني طلعلي حوالي 6 لا 11 قطعة. انا عديتهم. النص كيلو دي طلعلي 11 قطعة. تمام. هجيب هنا كنت دهنة الصاجة ديت بتاعت الفرن زيت، فكنت باخد منها بالفرشة. هبدأ بقى ان انا ابطط بايديا كده، طبعا لا يعمل بالنشابة او بالمستعجلة يعمل، بس انا ايه بستسهل اكتر بايدي. هعمل بايديا. وهجيب بقى ايه البسطرمة احطها في النص اهو كده. وهحط عليها الجبنة التركي. طبعا بقى الجبنة التركي لما بتسيح على البسطرمة بتديها طعم تاني. تمام. وهبدأ بصوا ان انا اقفلها كده من الجناب. زي ادككها كده من الجنب، وافضل الم فيها كده لحد ما تقفل معايا كلها وتبقى كرة مدورة اهيت كده. وهقوم جاية مبططاها. هبططها من فوق ومن تحت، واقوم جاية حطاها في الصاج بعد ما اكون دهناه زيت. هنا بقى احط حبة زيت كمان. وهعمل واحد كمان تشوفوه، وبعد كده الباقي هكملهم انا لوحدي
اهو بصوا بقى بيتفرد معايا بالزيت بسرعة ازاي. على فكرة فردة العجينة بالدقيق ما بتتفردش بسرعة زي الزيت، والمحلات برا اصلا بيفردوا بالزيت مش بالدقيق. اهو اقطع بقى جواها جبنة التركي كده واقفلها. بصوا انا في سندوتشات هعملها كده وفي سندوتشات هعملها هضيف عليها طماطم وفلفل، فاللي عايز يضيف في الساندوتش طماطم وفلفل وبصل وكده يضيف، بس انا دول هعملهم كده من غير طماطم وفلفل. تمام. هعمل جزء بطماطم والفلفل وجزء لا، فاللي عايز يضيف طماطم وفلفل يضيف، واللي عايز يعملها كده من غير اي حاجة يعملها، هي اصلا بتبقى طعمها حلو قوي كده. هنا كنت خلاص خلصت الكمية كلها اللي معايا، كانت بقى قطعتين من العجين حطيتهم في الفريزر، اما احتاجهم في اي وقت هطلعهم يفكوا واستخدمهم عادي. ده بقى كان جمال السندوتشات اول ما خلصت. يا رب الطريقة النهاردة تكون عجبتكم. طبعا باحطه على درجة حرارة عالية جدًا، وبعد كده بافتح عليه الشواية من فوق لحد ما يتحمر من تحت، وبافتح عليه الشواية من فوق.